سنة 2006 علق نور الدين نايبت حذاءه دوليا. قائد فذ قضى 16 عاما في عرين الأسود. رحل نايبت وترك خلفه إرثا كرويا صعب الاستنساخ. ترك أيضا شبلا في طور النمو. الشبل كان حينها في منتخب الشباب. إنه المهدي بن عطية. رأى المهدي النور في كوغون جنوب باريس ربيع سنة 1987. والده مغربي وأمه جزائرية. من الطبيعي إذن أن يتعلق بكرة القدم منذ صغره. التحق بالمعهد الوطني في كلير فونتين سنة 2000. بعد ب8 سنوات اختار كليرمون في الدرجة الثانية كي يبدأ مسيرته الاحترافية. موسمان ناجحان ثم انتقال حر إلى أودينيزي بعقد ل5 سنوات. ساهم بن عطية في بلوغ النادي الفريولي دوري الأبطال. تحول من شاب لم يدفع في أودينيزي أدنى سنت إلى نجم أرغم روما على دفع 13 مليونا ونصف مليون يورو للتعاقد معه. موسم واحد في الأولمبيكو ضاعف قيمته السوقية. 30 مليون يورو صرفها بايرن ميونخ صيف 2014 في عقد من 5 سنوات. أما اللاعب فعاش أفضل سنواته الكروية وأنهى أفضل لاعب عربي. فاز بن عطية بالبوندسليغا وسجل هدفا في مرمى برشلونة، لكنه خرج هو وفريقه من نصف نهائي تشامبيونز. على عكس موسمه الأول تكلمت الإصابة على بن عطية وبدأ يخسر رسميته. لم يلعب كثيرا واضحة خارج حسابات غوارديولا. انتهت مغامرته البافارية وعاد إلى إيطاليا ولو معارا من بوابة يوفنتوس. دوليا حمل بن عطية قميص الأسود لأول مرة في نوفمبر سنة 2008. ومن حينها بات المدافع الصلب رقما أساسيا في مذكرة كل الناخبين الذين تعاقبوا على ترويض الأسود. ومنحه رشيد الطوسي إشارة العمادة خلفا للحسين خرج سنة 2013. عشرات المباريات الدولية وشهرة قارية وعالمية، لكن مشاركته في الكان لا تحمل ذكريات جيدة. في الغابون وغينيا الاستوائية كما في جنوب إفريقيا خرج الأسود وقائدهم بن عطية من الدور الأول. واليوم يعود ابن 29 إلى الغابون في ثالثة مشاركاته القارية. فهل تثبت الثالثة؟